اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر، اسرار ومعلومات ونصايح ملهاش حدود مع شيماء. الله على ريحه القراقيش اللي جايبه اخر الدنيا وهي لسه عجينه. يا رب اللي تحط اللايك توعدها بزياره بيت سيدنا النبي. دعموا الفيديو، صلوا على رسول الله، شيروا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه معانا 1.5 كيلو من الدقيق، هنحط عليهم معلقه صغيره خالص من البيكنج باودر كده، اللي هي نص المعلقه الكبيره كده، تمام. واقلبهم كده في بعض. وعندي معلقتين 2 كبار من السمسم، عايزه تحطي 3 4 تزودي براحتك في السمسم، خلاص. واقلب كده واركنهم بقى دلوقتي معايا على جنب. وعندي 1.25 كيلو من اللبن، هنحط عليه 10 جرام من الخميره، هنحط عليهم 120 جرام من السكر، واقلبهم كده مع بعض لحد ما السكر والخميره يدوبوا. وما تنسوش رشه الملح، رشه ملح كده، واركنهم بقى معايا على جنب. اجيب الدقيق اللي احنا خلطنا عليه البيكنج باودر والسمسم، واحط عليه 600 جرام من السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسي بقى بايديا لحد ما كل الدقيق يتغلغل كده ايه بالسمنه، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هبسي معايا بقى لحد ما تبقى معايا حبيبات زي الرمله كده متنديه كلها بالسمنه. افضل ابسي فيها كده لحد ما يبقى معايا خليط ايه، مندي قوي، مش مندي خفيف، مندي قوي اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده، بصوا كده، بصوا بصوا شايفين الدقيق عمل ازاي مع السمنه اهو. خلاص خلصنا الخطوه دي. تعالوا بقى نحط ايه اللبن معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه نقوم حاطينه كده ونعجن بقى. طيب هي القراقيش دي يا شيماء ينفع نعملها بزيت على سمنه؟ ينفع براحتك خالص عادي، مفيش مشكله. بس لو بسمنه هتديها طعم حلو قوي، خلاف ما هتعملها بالزيت. بس في ناس بتعملها بزيت، واحنا عملناها بزيت بس طعمها مش زي طبعا اللي هي بالسمنه. وكمان السمنه البلدي احلى واحلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركه بسم الله. واعجن فيها بقى لحد ما تلم معايا خالص كده والخليط يتكون مع بعضه. اوقف ايه خلط علشان ما اخليش القراقيش معايا تبقى معضمه، تبقى كده تيجي تاكليها تلاقيها دايبه معاكي. الناس اللي عايزه تعملها بزبده من الصفرة هتخليها على الكيلو هتحط عليها 600 جرام من الزبده. طيب ليه يا شيماء ده كل ده؟ علشان الزبده بتبقى داخلها ماده سايله، وعلى كمان ما تبسي فيها هتمتص وتنشف معاكي شويه، خلاص، علشان تبقى دايبه معاكي كمان. اما لو هتعمليها بسمنه بس يبقى عندك من 400 جرام لحد 500 جرام، ده لو انت حباها دايبه قوي برضه. هي زي الكحك يا شيماء، ايوه هي بتبقى زي الكحك كده، بس بنحط لها بقى ايه اللبن زياده شويه او الميه علشان خاطر تبقى ايه متبقاش عامله زي الكحك. بس بعد ما عجنتها بقى معايا كده، بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله، هي دي عجينه القراقيش. اللهم صل على النبي. بصوا حلوه قوي. ترتاح ايه 5 دقايق كده علشان نعرف نفردها. اجيب بقى العجين واقوم ايه عاملاه كده برمه كده اهو، وادوس عليه قوي وانا ببرمه علشان ما يفتحش معايا ويبقى مشقق، تمام كده.